أهلا بكم في مسلسل خوصتيقة الهاكر. استمتعوا. أهلا يا مظهر. أهلا شاب. ممكن أتجوزك؟ لا. بليز. لا. بليز. كي. وبعدها ذهب خوصتيقه إلى البيت. المكرون هو الحاجة ياض أوعى تكون ضاعوا. الفلوس معايا، كنت عاوزك في موضوع مهم. حاجة أهم من الفلوس ولائيه. أنت يا بابا عارف أن أنا كبرت وابقى عند 28 سنه وبقت بالغ وعاقل وراجل. ها أنت راجل، ده أنت بتخاف من البطه راجل كيف؟ يا بابا من الآخر كنت عايز أتجوز عشان أنا كبرت وبقت بالغ وعاقل. روح اشتغل الأول بعد كده أتجوز يا خوصتيقه وأنا جوزك. بس يا بي. بس إيهن اشتغل وهاتي فلوس وجوزك. كي. خلونا نشوف مع بعض خوصتيقه وهو بيدور شغل. السلام عليكم يا عم الحاج، عندك شغل اشتغل عندك. باين عليه يوم نحس. السلام عليكم يا حج، شو هو؟ وعليكم السلام، عايز إيهن يا ابنه؟ كنت عايز أدور شغل عندك. بس أنا لقيت لوحة وأنا جاء مكتوب عليها مطلوب شباب للعمل في مصنع بط لحوم بقر وبمبلغ 3400 قنيه والربع، ويرجى الاتصال على رقم التالي. طب أكتب للرقم فورقه وهات 2 كيلو طماطم. وبعدها ذهب خوصتيقه إلى البيت ومعه 2 كيلو طماطم وصلصة وكيسين مكرونه وشبساء الرفتك. جبت المكرونه وصلصه والشبساء وكرم مناجبة 2 كيلو طماطم قمدح. جدع ياض، لقيت شغل ولائيه. آهن لقيت شغل في مصنع لحوم بقرة وبمبلغ 3400 قنيه وربع. هتروح أم تظظ؟ هروح بكره الساعة 9 الصبح. عايزك تشتغل عشان يكون معك فلوس وتأكل عيالك إن شاء الله. كي. وبعدما عمل خوصتيقه في مصنع لحوم بقر لمده سنه. حمد الله على سلامتك. الله يسلمك يا حج. تعال يلا نروح لأهل العروس باعتك. كي. بعد دقائق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا عايزين نخطب بنتكم للولد خوصتيقه. هو بيشتغل ولا لا؟ طبعا ده بقالوا سنه بيشتغل. بسم الله ما شاء الله، الفرح بكرا إن شاء الله الساعة 7 بليل. كي. فاليوم إلى بعدو. استعد عشان ده يكون جوازك أخيرا. هتجوز تعال يا وليه، تعال يا كومتيقه بأرك ولو على الجواز النهار ده الساعة 7 بليل. فالليل. الشربات للعريس والعروسة.
يأبنكم شكاير تنصب على أخويا يا مش هسيب حق أخويا. أخيرا حق أخويا استريح يا أخويا. فيه نهاه أهرب يا سرساء. تعال يا كلب. ولله يا باشا قتل أخويا يا باشا قتل أخويا صدقنا. قول الكلام ده في السجن. وأنطقم أخو سرسج من خوستيقه وإستريح سرسج كنك شفو أخو سرسج وسيتم إعدام أخو سرسج. والآن مع الجوكر. أخيرا جيت لكم برد المخرج كانت مش عايز يدخلنا بس دخلت. أنا وأخويا على ابن عم وأنا وابن عم على الغريب. خط حقق بالأدب لو منفعش الأدب خدوا بقلة أدب. أخوك أحسن من صحابك لأن أخوك ممكن يضحى عشانك. الجوكر راجع بقوه ينادرس.